سلام البنات، نتمنى تكونوا في الف خير ان شاء الله. اليوم غادي نجاوب على الاسئله اللي صيفطوا لي في انستغرام. غادي نبداو. اول سؤال، حبيبتي قولي لي، واش طفل 23 شهر عادي ما يديرش القيلوله؟ نعم، الطفل في هذا الشهر عادي يكون معكس فوق القياس. معكس فوق القياس عادي، ياك متفقين عليها، ولكن القيلوله لا. القيلوله ضروري ان الطفل يكون كينعس على الاقل 11 شهر 11 شهر 11 ساعه بالليل وساعتين بالنهار على الاقل. علاش؟ لانهم تيكبروا بزاف في هذه المرحله، تيتعلموا بزاف ديال الحوايج، وخاصهم هذاك الناس باش دماغهم يكبر وباش الجسم ديالهم يكبر ويرتاح. ودونك ضروري ان الطفل ديالك كيدير القيلوله الا كانت عنده عامين. حاولي ديري ليه ياك ما الجو، يعني ياك ما في الدار في الوقيته ديال النعاس تيكون الصداع ولا تيكون الضوء شاعل بزاف كتكون الحركه بزاف. حاولي في الوقيته ديال القيلوله ديري شويه الظلام، ولا بغيتي ديري شي موسيقى كتجيب النعاس، وحاولي ان ما يكونش الصداع في الدار في ديك الوقيته. وحتى الا شفتي الطفل ديالك ما بغاش ينعس نهائيا، ما باغيش يدير القيلوله، حاولي تخرجيه بالطوموبيل ولا بلا بوسات. حاولي ديري شي حاجه باش يعني الحوايج اللي تينعسوا نورمالمون الاطفال. الا شفتي بلي فريمون الطفل ما باغيش ينعس نهائيا، حاولي تنعسيه بالليل بكري، مثلا مع 7 ولا مع 6 العشيه، يكون صافي غادي ينعس حتى للصباح. ما عنديش سؤال لو بناتي الغزاله، مي بغيت نقول لك كنحماق عليك ما شيريتي، انا كنحماق عليك. شكرا بزاف على هذا الميساج، فرحتيني. واش تغلبتي نهائيا على من الاكتئاب؟ لحد الان دابا صافي دي موا ما جاونيش هذوك لي زيبيزود ديال انني نبقى نبكي على والو، نبقى ما نحملش حياتي. المهم دوك لي زيبيزود الخايبين ما بقاوش كيجيوني بزاف. لا، ما بقاوش كيجيوني نهائيا. يعني دابا هذه اكثر من نقول لك 3 شهور 4 شهور ما حسيتش بهذاك الشيء نهائيا. كل نهار كندوزو، واخا نكون عيانه شي ايامات ولا ما يكونش عندي مزاج مقاد ولا هذا، ولكن على الاقل تنقول الحمد لله وعجبني حياتي حاليا، وما تنقولش يعني ما عنديش افكار خايبه في دماغي. واش الفطام ضروري 24 موا؟ ماشي ضروري 24 موا. حنا تنقولوا 24 موا حيت عامين، ولكن الا جينا نحسبوا حولين كاملين في الاسلام هي ماشي 24 شهر. المهم الحساب في الشكل، واش تسيروا قلبوا عليه في جوجل ولا شي نهار نشرح لكم بالتفاصيل. ولكن نورمالمون كنحسبوا الحياه ديال الطفل من كرش ماما حتى كيتزاد، وكنبداو نحسبوا هذيك الحوالين كاملين واش بونس زايدينها. المهم الحساب راه في شكل ماشي هي عامين. المهم النتيجه هي 21 شهر. يعني في 21 شهر الطفل خاص هذيك هي حوالين كاملين. ماشي اوبليجي انك تحبسي في 24 شهر اولا في 21 شهر. تقدري تزيدي شهرين ولا 3 شهور، تقدري تكملي حتى عامين ونص. ماشي ما كاينش شي قانون تيقول ممنوع تكملي الرضاعه من بعد 24 شهر. على حسب الام، على حسب الطفل. ولكن انا شخصيا كتجيني غريبه الا شفت طفل عنده 4 سنين ومازال كيرضع. يعني ما هي الفائده؟ شنو هي الفائده؟ لانه وليتي تقدي تعطيه هذاك الحنان وداك الحب وداك الشيء كامل بطرق اخرين من غير الرضاعه، ويقدر ياكل ويشرب اما فاش يكونوا باقيين صغيرين ما كيعرفوش يهضروا، ما كيعرفوش يعبروا. ديك الساعه كنت فيها هذا شخصيا يعني ماشي. ولكن انا تنقول ماشي ضروري تحبسي على 24 شهر او 21 شهر. فوالا جو بونس هذا هو الجواب. فوقاش غتفطمي ولدك؟ انا عندي في افريل فاش غادي يدير عامين بغيت نفطمو، يعني نوصل لهاديك المرحله يكون صافي فطمتو ما يبقاش كيرضع ان شاء الله. بغيت غير نقول لك بلي نتيا فنه تبارك الله عليك. كتحشموني والله، شكرا. عارفه كي ندير نتحكم في الاعصاب ديالي مع الناس، مع ولدي، مع راجلي، مع كل شيء. تحكم في الاعصاب ديالك، خذي نفس عميق و جوبونس الاعصاب كيجيو خاصك تعرفي مني شنو هو السبب ديال الاعصاب. ماشي حيت ولادك برزطوك، ماشي حيت راجلك قال لك شي كلمه، شي حاجه فيك لداخل ماشي هي هذيك. ما رضيتيش لها البال، ما بغيتيش تفكري فيها، ما بغيتيش تحسي بها.
كتفاديها وهي اللي كتعصبك وكتزيد تكبر تكبر تكبر، والحوايج الصغار كيزيدوا يديروا واحد، يعني كياخذوا واحد الحجم ماشي ديالهم. جوبونس كلشي فيه الاعصاب، غير كاينين الناس اللي ما كيعرفوش كيفاش يخرجوا راسهم من هذاك الشيء ويجلسوا مع راسهم يقولوا اشنو مالي، اشنو عندي، علاش انا معصبه، شنو بالضبط اللي معصبني، شنو هي الحاجه اللي ضراني للداخل ديالي، وتاتاكي هذيك الحاجه وتحيديها وتقديها وتقدي هذاك، تعالج هذاك المشكل. انا هذا هو اللي كيجيني في موضوع الاعصاب. بنتي عندها 10 موا، عن حماق بقلة الناس، ولات كتفيق بزاف باغا البزوله والهزه. اش غندير؟ عطيها البزوله وهزه. هذا رايي، انا ماشي اخصائيه كما دائما تنقول، ماشي طبيبه، ولكن انسان. ولا قال لك ولدك بغيت الحنان اكثر، بغيت الحب اكثر، بغيتك تهزيني وترضعيني، صافي دير كو هي ان مونك عند هذاك البيبي. عطيها عطيها عطيها. داك النهار شفت معكم في انستغرام واحد اللعيبه وعجبتني بزاف. الطفل اللي كيبغي والديه يهزوه ووالديه ما كيهزوش، كيبغي دائما، تيبقى دائما هذاك الطفل باغي يتهز. والطفل اللي والديه كيهزوه وتيقولوا ليه هاتي ولدي نهزك، هذاك الطفل ما كيبغيش يتهز، كيبغي تمشي على رجليه. يعني كل ما عطيتي هذاك الشيء لو بوزوان ديالها فريمون، تعطي هذاك الشيء اللي بغات، كل ما غتحس براسها صافي انو نا با انو نا بلو بوزوان، ما عندهاش هذاك لو مونك، غادي تكبر ما تبقاش محتاجه داك التعناق والهزان بزاف. هذا رايي وصافي. واش ولادك ولا واش ولدك ينعس بوحدو في بلاصتو، ولا انت كتعاني وتهزيه باش ينعس، كتعنقيه زعما وتهزيه باش ينعس؟ انا كنهز ولدي تنردو باش ينعس وكينعس حدايا. ولدي عنده عام ونص، في الليل ما كينعش باللهايه، بغيت نحيدها ليه بلا لهايه، بغيت نحيدها ليه، كيف ندير؟ نعاسو حار كيبقى يتركل. شكرا. الوغ الهايه انا ما عنديش معاها تجربه نهائيا، حاولت نعطيها لولادي ما بغاوهاش ليا. الهايه يمكن تقدر تكون اون هابيتود اللي صعيبه شويه، بحال الدراري الصغار اللي كيرضعوا صبعهم. اش نقول لك، غير بالخاطر حاولي معاه شويه بشويه. شتي في هاد لاج كاملين تيكونوا صعاب، كاملين كل واحد عنده. انا ما عمري ما تلاقيت مع شي وحده قالت لي انا ولدي تبارك الله ينعس ليا بوحدو وما كيرضعش بزاف ونقيقي وما كيديرش البساله. ما يمكنش، ضروري كل واحد فينا عنده ولدو فيه شي حاجه. خاصنا نصبروا معاهم و نوسعوا شويه الخاطر، ونصبروا معاهم، حيت من بعد غادي يكبروا هادشي كامل غادي يتنسى. دابا انا بحال دابا في هاد الوقيته كنحاول نتفكر الايامات فاش كانت بنتي اللي دابا كبيره عندها 5 سنين ونص، فاش كانت في لاج ديال اليان، كيفاش كنت انا راه كنت كنعاني معاها. ولكن دابا داكشي تنسى، يعني صافي فات. الدراري دغيا تيكبروا، دونك غير الصبر. بنتي عندها 22 شهر، ما كديرش القيلوله، كتنعس من 11 حتى ل 11 الصباح، يعني 12 ساعه. واش كافيه؟ 12 ساعه ما كافياش، 11 ساعه بالليل وساعتين بالنهار. حاولي تنعسيها قبل، ما قلتي شحال مع كتنعس مع ال 11، حاولي تنعسيها قبل. الا فقت لك مع ال 11 ديال الصباح، انا قلت تقدر تنعس لك مع 7 الليل. الا ما دارتش 7 8 على الاقل، 8 9، حاولي معاها زيدي ليها واحد الساعه ولا ساعتين على الاقل. وحاولي ديري لها لاسيست، حاولي تكريي واحد الجو في الدار ديال لاسيست كما قلت. ما بغاتش تنعس لك، حاولي تنعسيها في الطوموبيل ولا ضربي بها شي دوره بلا بوسات، تقدر تنعس لك بحال هكاك وتبدا تولف النعاس بالعشيه. بغيت نعرف النظام ديال الماكله ديال ولدك فوق عام. ديجا كاينه واحد لا فيديو هضرت عليها، هادشي غنحطو لك لتحت. شكون تربيته صعيبه بالنسبه لك، واش البنت ولا الولد؟ والله يحفظهم لك، ولينا يا رب امين. التربيه الصعيبه، أه يمكن البنت. جو البنت صعيبه على الولد. وما عرفتش مازال، ما عرفتش. يمكن فاش يكبر مازال اليان يدير ديك 3 سنين 4 سنين، فاش يبدا يهضر ولا فاش يبدا يمشي للمدرسه، عاد غنقدر نقارن مزيان. ولكن هذا دابا في هاد لاج ما يمكنش نقارن. الوغ في هاد لاج فاش كانت بنتي قد اليان، ما كانتش كترضع.
ما كانتش كتبغي البزوله بزاف. هذا هو المشكل اللي عندي، مشكل وماشي مشكل، المهم مشكل. لانها كانت كتشرب الحليب العادي، الحليب العادي اللي كنشربو حنايا، وكانت كتاكل مزيان. هو دابا كيبغي يرضع بزاف 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 بزاف. دونك هذا هو الفرق. ثيرد بيبي، زعما بيبي ثالث، لا ماشي في لي بروجي ديالي. ما عنديش كيستيون، بغيت نقولك كتحمقيني، شخصيتك كتجيني قويه وكتعطيني طاقه ايجابيه. شكرا بزاف ناري. عرفتي بحال هادشي كنقول واش انا بصح كتهضري لي انا شكرا بزاف. بنتك كتقرا في لا ميسيون فرونسيز، ما كتقراش في لا ميسيون فرونسيز. Dans quelle clinique tu as accouché pour ton deuxième bébé et c'est qui ton Gigi? La clinique les ambassadeurs في الرباط، ولا جيجي هي دكتور جنان، كاينه دكتور بشرى جنان، كاينه في حي الرياض في الرباط. كيفاش نبقى نخلي بنتي تنعس ليا بكري؟ كاين واش كتسمعوني ولا لا؟ كاين دي فوا كتنعس بكري وكتبقى تفيق بالليل بزاف. نعس بكري خاصها تكون سالات القيلوله مع 3:30 العشيه، على حسب لاج ديالها. الا كانت عندها اكثر من عام تكون سالات القيلوله ديال العشيه، تساليها مع 3:30 العشيه ماكسيموم. من بعد تنعس لك بكري 7 ولا 8، خاصك مع 6 تكون تبداي لا روتين ديالها. صافي دير توكليها، تدوشي ليها ولا تبدلي ليها ولا تقراي ليها شي حاجه، تلعبي معاها شويه. وفي هذيك الوقيته قبل ما نعس توصل ديك 7 ولا 8 ولا الوقيته اللي بغيتي نتيا، خاص فريمون يكون الكالم في الدار. نعم بلاش. دونك ديما في هذيك الوقيته قبل ما تنعس خاص تكري واحد لونفيرونمون ديال النعاس، يكون ما تشعليش الضوم، يكونوا مجهدين، ما يكونش الصداع، ما يكونش الغوات، ما تشعليش التلفازه بالجهد ولا قاعد فيها. يعني كري واحد لومبيونس ديال الكالم، ديال الريلاكساسيون ديال الناس. و لا روتين بقاي دائما تعاودي لا ميم روتين كل نهار كل نهار كل نهار، غادي تولفها مع الوقت. والفياق بالليل يمكن غير كتبغي تحس بك بلي راه كاينه حداها. من بعد غادي يوصل واحد لاج، راه شتي راه كل دري عنده كيجيو دي فاز. مثلا يقدر يكون شي دري من صغرو هو دائما كينعس الليل كامل، وصل 6 شهور ولا وصل 12 شهر صافي ولا ديما كيفيق بالليل، والديه ما كيفهموش علاش. كل واحد ولا فاز ديالو، يعني كل واحد كتجي واحد لا فاز ديال اما الفياق بالليل، اما ما كيقدرش ينعس، اما ما كيبغيش ينعس بالعشيه. ضروري هاد لي شونجمون الدري راه كيتبدل، تيكبر بواحد واحد لا فيتيس، راه بزاف. الا حاولتي غير تفكري العام اللي فات هاد الوقيته كيفاش كانت بنتك، غتكون باقا صغيره مازال ما كتمشاش وهذا. يعني راه في عام واحد راه البيبي كيتبدل بزاف. ماشي ضروري انه كل نهار يعاود نفس الحاجه، كل نهار يتبع نفس النظام. انتي حاولي تكريي ليه دي روتين، تحاولي تقيديه، ولكن هو على حسب الدماغ ديالو، على حسب السيستم ديالو هو كيفاش تيكبر. تقدر تكون بيك دو كرواسونس، تقدر تكون بزاف ديال الحوايج ديال الاسباب. المهم حنايا غير نحاولوا نقيديوهم وصافي. ابخي راه تيبقاو غير دي فاز. غتوصل ديك 3 سنين صافي. انا كنقول 3 سنين الدري تيولي كينعس بالليل، تينعس بوحدو، تينعس الليل كامل. next question. بصراحه واش لقيتي راجلك في جنبك فاش لا اون فوز ام فور لبنى، بون كوراج، ميرسي. بصراحه واش لقيتي راجلك في جنبك فاش جاك اكتئاب؟ لقيته الحمد لله في جنبي، واخا في الاول ما كانش فاهم. ولكن انا ما كنتش كنقدر نهضر على هذا الشيء. كان مثلا كيحاول كيهضر معايا ولا كيعاود لي شي نكته ولا كيعاود لي شي حاجه اللي نورمالمون كتضحكني، تنبقى دايرها. ما داكشي ما كيأثرش فيا نهائيا. ولكن عرفني انني فيا شي حاجه وحاول يعطيني الخاطر. ما حكرش عليا بزاف. بالعكس كان ديما كيحاول انه يبدل لي المزاج ويطلع لي المورال. comment éviter la routine dans son couple surtout après الوليدات؟ comment éviter la routine dans son couple. الوغ لا روتين ضروري من لا روتين سورتو الا كنتو بجوجكم خدامين ولا هذا.
اللي زوين هو مره تفكروا بعضياتكم، مره ديروا ديت زعما دي رونديفو، واخا تكونوا غير جالسين في الدار، واخا معاكم وليداتكم تخليهم تينعسوا، ديروا عشيوه ولا ديروا شي حاجه اللي كتعجبكم، تفرجوا في شي فيلم كيعجبكم، ولا المهم ان ترجعوا ديك لا كومبليسيتي اللي كانت قبل الاولاد. هذا هو المهم. بو امبورط شنو ديروا، تقدروا تخرجوا، تقدروا تخليو ولادكم عند والديكم وتخرجوا اون تيت تيت، ولا شوفي انت اللي سلكك، ولكن ضروري انك تهرسي ديك لا روتين مره. كيفاش نخلي راجلي يعاونني حيت مخلي لي لي كورس، شغل الدار اي بيبي، كيخرج مع 7 ويدخل مع 7. كاين بزاف الاسئله على الكوبل. صراحه ما كانوش كيجيوني اسئله على الكوبل. انتريستين، انا كيعجبني نهضر على كلشي ماشي غير على الوليدات. مي كيفاش نخلي راجلي يعاونني؟ الوغ الا كنتي نتيا، انا هذا تفكيري انا الخاص، هذا رايي الشخصي. انا تنقول يعني دونك هذا رايي انا الشخصي. الا كنتو ضروري الزوج يكون كيعاون المراه. دابا حنايا في واحد المجتمع المغربي العجيب، فاش تمشي لدار ولا في الدار اللي كبرتي فيها مثلا، عندك خوك وعندك اختك، كتشوفي الام ديالك كيفاش كتعامل معاهم بجوج. الاخت هي اللي كتدخل الكوزينه، والاخ تيبقى جالس وهو كيمشي يتسخر ولا هذا، تيبقى جالس ما كيديرش الشغل ديال البنات. يقدر يخلي الروينه واختو كتجي كتجمع موراه. يعني هذا سبحان الله، انا هضرت على هذا الشيء مع ماما. هذا الشيء عندنا في الثقافه ديالنا. الا ما كانش الراجل تربى في واحد لونفيرونمون ديال انه يدخل مع اختو في الكوزينه ويعاونها ولا هذا، ولا على الاقل هو يثقف راسو، يكون هو ديجا مثقف وعارف بلي راه خاص يتعاون مع الزوجه ديالو. صعيب تفاهمي مع هاد الزوج، هذا صعيب بزاف، لانه هو حياته كلها وهو عايش في واحد المنطق. الا جيتي نتيا تبدليها ليه غيجيك صعيب، ولكن ممكن الا كان اوبن مايندد وكاين وفاهم وما قديمش في عقلو بزاف، تقدري تشرحي ليه، تقولي لي انا ما يمكنش ندير كلشي، خاصنا نتعاونوا، حتى انا عندي مسؤولياتي، حتى انا خدامه مثلا، ولا حتى انا عندي مسؤوليه ديال الدراري الصغار، ما يمكن لياش ندير كلشي. خاصنا نتعاونوا. ما يمكنش نتايا تكون عايش حياتك وانايا ما عندي حتى شي، ما عنديش كاع لا في بريفي ديالي، ما عنديش الوقت لراسي، خاصني انا ندير كلشي ونتايا كتسارى. من هنا 10 سنين نتيا غادي تشرفي، وهو غيقول لك سبحان الله، وما غيتبدلش، غيقول لك سبحان الله شرفتي تبدلتي، مالك دايره بحال هكا وصحتك مهلوكه وهذا. دونك انا كنقول خاص ضروري الزوج يكون كيعاون الزوجه ديالو، خاصنا نكونوا اون ايكيب. كما كتقول لي واحد صاحبتي، بارتنرشيب، ماشي القفه كلها على واحد. خاص ضروري نتعاونوا، خاص كل واحد يتعاون مع الاخر، كل واحد يكون عنده دي طاش ديالو. ندخلوا بجوجنا الكوزينه، نديروا بجوجنا على حساب. مثلا الا كان الزوج النهار كله هو خدام وخدمته فيها الخدمه بزاف وستريس وفيه الحركه بزاف وفيه الصداع بزاف، غنتفهم. غنكون انا جالسه في الدار ماشي مشكل انا ندير كلشي. ولكن الا كان الزوج عنده خدمه خفيفه ما فيهاش شي تماره، ما فيهاش شي ستريس كبير، ضروري انه يدخل مع يعاون المراه ديالو، زعما الزوجه ديالو. وحتى المشكل تيكون حتى في المراه، لانها هي كتخلي هذوك، يعني هي كتخلي راسها دير هذاك الشيء اللي هي الوغ هي ما قاداش. انا هذا الشيء اللي كيعصبني انايا، هو ان شي وحده كدير شي حاجه وهي ما قاداش عليها، والزوج كيولفها، الراجل كيولفها. نتيا مولفه كل نهار كتنوضي الصباح وديري نفس الحاجه وتضربي تماره وتبقاي تجفي وطيبي وهادي 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 وشعرك مشعكك وعينك دايرينها وما نعرف شنو كتخلعي، وهو جاي داخل حاط رجل فوق رجل ما كيدير والو، ولا كيخرج القهوه ولا ما نعرف شنو. هو علاش هو كيولف ان انت هي الدور ديال الام، كيف ما هو تربى في الصغر ماما هي اللي كدير كلشي، ها هي مراتي هي اللي كدير كلشي، ما هاش لها حتى شي حاجه، ولا ولات اون هابيتود عنده في عقله ان هاد السيده عاجبها هادشي اللي بغات دير، هي اللي باغاه. فهمتي؟ انت اللي بغيتي ديري هادشي، ما قداش على شي حاجه ما ديريهاش. حيت الا مشيتي هضرتي معاه غادي يقول لك انا طلبت منك شي حاجه، انا قلت لك ديري لي شي حاجه، شكون اللي اش داك اصلا؟
مالك على حالتك، فهمتي؟ يعني نتيا الا ما قديتيش على شي حاجه ما ديريهاش تو سامبلومون. ما تكونيش اوبسيدي بالنقاء وهداك الشيء بزاف باش في الاخر تجيبيها في صحتك وما تلقايش اللي يهزك، حيت ما غيكون حتى شي واحد اللي غادي يهزك. نتيا خاصك تحافظي على صحتك نتيا والقوه ديالك الجسديه باش تهزي راسك نهار تمرضي وما تعولها على حتى شي واحد. علاش تلوحي صحتك؟ فوالا. دخلت في هذا الموضوع، انا جو سوي باسيوني في هذا الموضوع حيتاش مهم بزاف، حيتاش واحد المشكل اللي كنعيشوه في المجتمع ديالنا مالوغوزمون مازال ما تحليناش، وكنتمنى ان حنايا كأمهات نربيو ولادنا يهزوا المسؤوليه بحالهم بحال بناتنا، ماشي نخليو الدري يلعب ولا يخرج يلعب كره في الزنقه والدريه تدخل الكوزينه تغسل الماعن وتسيق ليا الدار. دونك فوالا نتمنى ان لوبينيون ديالي ولا لافي ديالي استفدتي منه شي شويه. شكرا بزاف البنات على المشاهده، تهلاو فراسكم بزاف بزاف بزاف. عرفتي شنو، الا جاكم شي موضوع عجبكم من هادشي اللي هضرنا عليه دابا وبغيتوني نهضر عليه اكثر، قولوا لي في لي كومونتير، خليو لي اي حاجه، اي تساؤل ولا اي موضوع بغيتو نهضروا عليه السيمانه الجايه ان شاء الله، لان لحد الان ما عنديش حتى شي فكره شنو غندير السيمانه الجايه. وان شاء الله غنشوفكم في فيديو جديد. تهلاو فراسكم بزاف، باي باي.